وإني لأشكر من وجه لي الدعوة، وأخشى أن يكون قد تسمن الورم ودعا من يحمل التمر لا هجر، فنسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم جميعا أيها الإخوة. وكما علمت أن هذا اللقاء موجه بدرجة الأولى أو من أبنائنا وفلذات أكبادنا من الفريق الرياضي في هذه البلد الطيب أهلها. وحديثي استسمح الجميع أن يكون أساساً وبالدرجة الأولى إلى فلذات أكبادنا، وهم الذين هم يحملون عناويننا، هم مرآتنا، هم من رأى منهم أحداً على استقامة علم إن البيت مستقيما، ومن رأى من يمشي في الطريق أو راكباً دراجته يلبس الهاف عارياً إذن يشك في والديه إنهما على غير تربية، إنهما على غير كفاية في تربية هذه الناشئة، أنهما لم يطلقا النية عندما تزوجا أن يكونا زوجان في الجنة كما هما زوجان في الدار الدنيا، إنهما لم يوجهان النية أن كل واحد من الزوجين عليه أن يأخذ بيد الآخر إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، وإنما فقط لقضاء الوطر، وقضاء الوطر هو أيضاً من ضروريات الحياة، ولكن ما ذكرناه سابقاً هو الهدف الأسمى الذي يرجى من اجتماع الزوجين المكونان لهذه الأسرة. أيها الإخوة، إذا صلحت الأسرة لا شك أن تصلح الأسر القروية التي في القرية، وإن صلحت القرى صلح مجتمع المدينة، وإن صلحت المدن صلحت القطر أو صلح القطر أو البلاد. ولو كان الأمر كذلك وابتدأ المؤمنون بإصلاح الأسرة كما يقال ما ضاع الضائع في الإسلام، ولكن ما حال بعض المسلمين في بلاد الإسلام سواء كان في هذا البلد العظيم في الإمبراطورية العمانية في من تعاقب عليها أكثر من 70 إماماً وحاكماً بالعدل، كلهم حكموا بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا الحدود. فكما نقول ما يصخابها البلد، ما يصخابها عمان أن تنزل إلى الحضيض وتقلد غيرها. أما الحاصل اليوم معنا وخاصة مع أبنائنا والذين لم يؤخذ بحجزتهم والعياذ بالله أولاً عن النار، وبحجزتهم عن هذه المعاصي التي يقترفونها كما هي معلومة في المجتمع. أولاً ما ذكرته سابقاً من كشف العورات، من أين لنا هذا؟ وما المخالفة فيها؟ مخالفة شرعية. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: ملعون من أبدى عورته. ماذا ينتظر الملعون؟ ماذا تعني كلمة ملعون؟ مطرود من رحمة الله. وهذا إن كان ينطبق على البالغين فما يعني هذا إن الأطفال لا ينطبق عليهم، لأن من نشأ على شيء أو من شب على شيء شاب عليه. عندما تشاهد الطفلة الصغيرة التي في الصف الأول تصلح لها أمها شعرها وتعمل لها ضفائر وتوجهها إلى المدرسة، إذن في العام الأول ويستمر الحال في العام الثاني حتى إذا بلغت المحيض استساغت ذلك فأرادت أن تخرج كما بدأت في بداية العام الدراسي. وهكذا أيضا الولد من يذهب له أبوه ويشتري له ذلك الهاف بدل أن يشتري له اللباس الساتر، إذن يستسيغ ذلك اللباس ولا غرو بعد ذلك. أولا يجلس أولادنا بين أبويهم
بين والديهم بذلك اللباس. هناك مباراة بين فريقين، كل فريق يدرس الفريق الآخر، من الهداف، من الدفاع، من الهجوم، من يسميه الوينجات، ما أعرف يسميوه دول، مش يذبوا على الجانبين. قال هذاك خطيرة، والهداف فلان ود فلانة، ود فلانة عدته، كسروا من كيس أمه، كسروا من كيس حيانه، كسروا النغل، كسروا الغبن. أليس هذا الذي يحصل في ملاعبنا؟ ماذا استوردنا من الغرب؟ بدأ أن نحمل لهم القيم الإسلامية العظيمة، أخذنا منهم ما يفسد هذا الدين، وهذا الذي يريده الشيطان وأعوان الشيطان من الشرق والغرب، من الكفار والأنذال والأراذل والظالمين والفساق، من أهل الشرك والأوثان، من عبدة الأصنام والعياذ بالله وغيرهم. وقد نجحوا نجاحا باهرا، لأننا لم نتصدى لهم. البيت خاوي، بيت لا يقرأ فيه القرآن، بيت لا تقام فيه حلقة، لا يقرأ فيه شيء من الكتب، يخرج الولد متى شاء ويعود متى شاء، مطوع الحميضة منهم يخرج عند الأذان، ويأتي بعد الصلاة نص ساعة. هين؟ قال جلسنا في المسجد، حتى إن أحد الآباء سأل ولده من صلى اليوم بالجماعة؟ فقال صلى فلان، يعرف هو إمام واحد، ذيك اليوم الإمام عنده إجازة، ما موجود حتى في المسجد، هو ما جاء المسجد أصلا، هو ما صلى تلك الصلاة، ما صلى جماعة. وما لك متأخر؟ قال عندي مطاوعة، وانت شفتهم عرفتهم مطاوعة، ساير مع بو عنده سيجارة إلكترونية، أول يصيروا يدخنوا شيشة بعيد شوية، يخجلوا تو اللي تحت الكمة، تو في المخبأ، حتى يستطيع أن يدخل بها الصف، لولا إن هناك رجال فضلاء يفتشون بين الفينة والأخرى الطلبة. ويقول أحد الإخوة الصالحين في مدرسة من المدارس إننا جمعنا من السيجارة وأقطاب السيجارة ما يملك كمة واحد من الطلبة من داخل الفصول. ما هذا المجتمع أيها الإخوة؟ هذا هو المجتمع الإسلامي؟ تعالوا شوي نخرج لها وأنتم عزيزين وبلادكم عزيزة، إلى أي مكان فيه ماء وما يسمى به فيه سياحة، تصلح فيه سياحة والصياعة يعني. نسير الصبح كي الصبح مخلفات من سهروا في الليل، كم غرشة فيها فاضية، وكم من أعقاب السيجارة، وكم من الجمر الذي أشعلوا به الشيشة وغير ذلك، بالإضافة إلى كم من مشكاك وكم من سندوتشية وهكذا. هذه هي مجالسنا أصبحت. أين مجالس الذكر؟ أين حلق القرآن؟ أين التقرب إلى الله؟ أين الركوع والخضوع والاستكانة إلى الله؟ أين السجود بين يدي الله؟ ماذا نلاحظ الآن أيها الإخوة في صلاة الفجر؟ بنفس اليوم صليت في أقرب جامع لي الذي زارنا فيه بعض الإخوة وهم حاضرون هنا، قد كنا بين 4 و6 صفوف، أتلفت يمنة ويسرة عندما أقيمت الصلاة، وإلا استقام صف والثاني نصفه، واكتملت بعد الصلاة 3 صفوف، أكثر من صف ونصف رقعوا الصلاة، استدركوا الصلاة. لماذا؟ لأن من وقت الساعة 4 الله يهديكم بالفجر 4 وكم و11 يصلي 4 ونصف من وقت، ما هو حين نرقد. ما لك يا ولدي متى راقد؟ قال راقد الساعة 2 1 ونصف. ما لك؟ مو السبب؟ قال مقيولنا في مباراة بين برشلونة وريال مدريد. مو يخصك أنت من برشلونة وبرشلونة وريال مدريد. كفار في فجار من بلاد الغرب يقتلون أبناءنا في غزة بكل الوسائل.
أنت تشجع عيال الفريقين الساعة 1:30 2 تحرصهم، وهم مجالسهم مجتمعة في حالة طوارئ، كيف يخططون في تنفيذ ما يريدونه في شباب المسلمين ونساء المسلمات؟ ما هذا الولاء الأعمى؟ ما هذا الولاء والعياذ بالله الذي انقلب رأسا على عقب؟ يوالون الكفار ويتبرؤون من إخوانهم المسلمين. أليس حاصل اليوم في حرب غزة التي كشفت الغطاء عن المسلمين؟ عندما شبت الحرائق الآن في الصهاينة، نسأل الله أن لا تطفى هذه الحرائق إلا في أفئدة وأكباد وقلوب وأحاسيس ومشاعر الصهاينة ومن أعانهم من العرب والعجم من قمم رؤوسهم إلى أخماص أقدامهم، ليخرجون جرذانا التهمتهم النيران. ما هذا الذي حاصل في بلاد المسلمين؟ يا رب يا رب، يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ونسأل يا رب يا رب وأنى يستجاب لنا. قال: ايوه باكر عندكم طبعا صلاة استسقاء. قال: عقب جايين ذاك نطوع ويقولوا من بيضة الإسلام ويسمى منذر السيفي وصلبنا. قال عقب ما شفنا قس سحاب مرة ولا المطر مرة. وفي هذا حتى لا يكون في قلب أحد من أولادنا، تقول أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم يا عائشة إذا كثر الخبث. نعم يا عائشة إذا كثر الخبث. وأي خبث نحن اليوم نعيش فيه؟ هناك من أولادنا من لا يعرف الصلاة. يقول أحد المعلمين وليس معلم تربية إسلامية من الصالحين، يقول: كنا نصلي الظهر في المدرسة ونمشي عند دورات المياه وعند المقصف وإلا الأولاد يتخششوا هناك. يقول: قبلت واحد: مالك ما تصلي؟ قال: أستاذ أنا ما أعرف أصلي. قلت له: في أي صف هذا؟ قال: صف 12. صف 12 مالك مستغرب؟ متى بالغ؟ الذكر يبلغ في سن 14 إلى 18، والأنثى قبل الذكر بسنة، وقد تبلغ الأنثى في سن 9 قمرية. إذا كان هذا بالغ ما 14 15 16 17 و18 صف 12 4 سنوات تارك الصلاة، لا يعرف الاغتسال من الجنابة، لا يعرف الوضوء، لا يعرف الصلاة. وهذا أقل ما يقال في بعض أولادنا، وإلا هناك من يسأل وعمره 30 سنة وزيادة عن الوضوء والصلاة. إذن كيف تتوضأ كنت قبل هذه المدة وكيف تصلي؟ بل يصل الحال إلى أعظم من ذلك. فقبل 2 أو 3، السنة الماضية ما صرت الحج، قبل 3 سنوات تقريبا، وكنا في مكة نلقي درسا على النساء، وذكرنا الصلاة وبدايتها بتكبيرة الإحرام. وعند الدرس قالت حاجة تقول: أنا أول مرة أسمع عن شيء اسمه تكبيرة إحرام، وعمري الآن 60 سنة. 60 سنة بالغة بنت 14 46 سنة لم تصلي، وجاية الحج تكمل الشعيرة الأخيرة في أركان الإسلام، حج بيت الله الحرام. أين هذا المجتمع؟ ما هذه الغفلة؟ ما هذا الذي يحصل؟ يا إلهي، هذا المجتمع لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. هذه المرأة خرجت للحج مع رفقة، حتى ما حد تكلم عن الصلاة على الأقل قبل أن تحرم هذه المرأة وتتوب إلى الله ويكون حجها مقبولا. فهل يقبل الحج قبل الأركان التي قبله؟ ألا نعلم اليوم إن هناك من لا يعرف اللفظ في كلمة في جملة التوحيد، يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال أهل العلم:
من قال لا إله إلا الله أي قال إن الله لا إله. ايش يعني لا إله؟ يعني ما شرب. وعند التعجب نسمع من بعض آبائنا وإخواننا: السلام عليكم. عليكم السلام. شيء علوم، شيء أخبار. قال عندك خبر؟ قال لا. قال مات فلان. قال لا إله. إيش؟ لا إله. تعجبت ونفيت الألوهية عن رب العزة والجلال، نفيت أن هناك شيء اسمه رب. ما هذا الكلام؟ من قال لا إله إلا الله، نسمع اليوم بعض حتى المؤذنين والمقيمين للصلاة يقول لا إله، يزيدها ياء، لا إله، لا إله، لا يقد فيها ياء، لا إله. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قال الصحابة: يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. إذن الذي قال لا إله إلا الله ولم تحجز عن محارم الله له عمل هباء، عمله هباء. وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولماذا يصلي من يصلي محافظا على هذه الصلوات في الجماعة وعلى الجمعة وفي المسجد وفي وقتها، ولكن يأتي بعض المنكرات؟ الفساد في الصلاة. نعم، يعني المسؤول الصلاة أو المصلي؟ المصلي. الصلاة هي الصلاة، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة فقال: ماذا قال عن الصلاة؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كم من واحد يصف بجانبك ويتلفت 20 مرة ويحك 70 مرة؟ هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يصفد المسيلة، عاد في الأرض، عاد مكبر تكبيرة الحرام، وعاد راكع ركعة ويصفد المسيلة. قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ورأى آخر يحك لحيته، قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وماذا يقول عن الخشوع عليه الصلاة والسلام؟ بأبي وأمي لكل شيء عمود، وعمود الدين الصلاة، وعمود الصلاة الخشوع. قال أهل العلم: إن الخشوع في الصلاة بمثابة روح الإنسان في جسده، فإذا خرجت الروح أصبح الجسد خاويا من غير روح ميتا. إذن هكذا أيضا الصلاة إذا فقدت خشوعها تكون ميتة. وما يحدث من أبنائنا وإخواننا المسلمين ما بعد جملة التوحيد وما بعد الصلاة وما بعد الأركان الأخرى قد يكون وصلوا إلى أداء الحج الركن الخامس، وتحصل منهم ما يخجل الإنسان أن يتكلم به، يلوث لسانه. إذن ما سبق من عمل هباء غير مقبول من الله سبحانه وتعالى. وإن الآباء غير معذورين حتى ولو بلغ الولد الحلم وسن التكليف إلا أن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم، باتفاق العلماء إن الإنسان عليه أن يجتهد في تربية هذا الطفل التربية الدينية كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. انظروا هذه الحكمة، انظروا هذه النظرة، انظروا هذا الأمر: مروا أولادكم بالصلاة ل7، يعني يعلموا الصلاة ب7. وإلى متى؟ 7 8 9 10. وبعد ما بالغ يبلغ في سن 14 11 12 13 14، وقد يبلغ في سن 15. 8 سنوات 7 سنوات تعليم صلاة وغير مكلف، لو لم يصلي ليس عليه شيء. ثم قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. وما كشف العورات إلا لاهتزاز المشاعر في ذلك الشاب، حتى ولو قبل سن 10 تربى على والعياذ بالله على تلك النقمة التي حلت بهذه الأمة. لكن كيف الوقاية منها؟ في تطبيق هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، مع أنه أخوه
وفرقوا بينهم في المضاجع، يفرق بين الذكرين الكبير والصغير وبين الذكور والإناث. والآن الوسائل أحسن من السابق، أول يرقدون على السمة والحصير، واليوم يرقدون على الأسرة، فيحسب من يرقد على السرير 1000 حساب أن ينزل من سريره ويوجد على سرير أخيه. أما أول لا، أول كأن راقد ويتقلب ما يضرب نفسه إلا وفوق أخيه. هذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض البيوت طبعا وهو من السنة أن يفرق طبعا الأولاد وأن يسكنوا في غرف ويبقى الزوجان في غرفتهما الخاصة، ولكن الآباء والأمهات يرقدون في ساعة مبكرة من الساعة 9 و10 و11، والأولاد بعدهم ما حد في البيت. لا يكلف الآب نفسه ولا أمه أن يقوم في شيء من الليل يفتح باب حجرة الأولاد وينظر من الموجود ومن غير موجود وما هو أحوالهم كانوا موجودين. حد راقد في فراش الثاني، حد ينخر وحد يراقب، الهاتف شغال في الأماكن الإباحية. هذا نادر إلا مع القليل من رحم الله سبحانه وتعالى. واسمعوا هذه القصة. ذهب أو طلب مني أن أذهب إلى العمرة مع إخوة لنا في المؤسسة، ونحن راجعون قلنا لهم أي واحد عنده قصة يأتي لنا بها. فقال واحد أنا، قلنا له تفضل. قال هذا شخص واحد يقول تعرفه؟ قلت لا أعرفه. قال تعرف أبوه؟ قلت لا أعرفه. قال هذا عنده مزرعة، يقول في المزرعة جات السدر البحري الكبير هذا ما كان موجود في عمان، يقول زارع منهم. يقول أنا وعندي زميل نسينا نسرق صدر. يقول الرجال راقبنا ما عندنا خبر، يقول وشافنا ويمسكنا. قال أنت ولد فلان، أنت ولد فلان، تراهم جيران ما من بعيد. قالوا له الشيمة. قال لا ماشي شيمة، أنتوا دائما تجي ما مبقي لنا شيء. قال زي احنا عندنا ما نعود. قال ما يكفي هذا. قال مو تسوي لي. قال أخبركم أباكم. قال الشيمة تخبرهم يضربونا. قال زين تبيوني ما أخبركم؟ هنا عاد شوف كيف انظره كيف يستر الإنسان على صاحب الجريمة. وفيها قصص، ما قصة وبس، القصة هذه فيها قصص. قالوا ماذا تريد منا؟ قال تارس القنين، يقول ماي ما القنين يعني حوضين، يقول خبرني، يقول الحوض كما الصفة. قال سقيوا بهذيلا، إذا سقيتوا بهن ما خبر أباكم. تو هو يخبرني وأنا شغال في أماكن أخرى من يخبرني بالقصة. قال الوالد محمد يقول خلصنا فقر عيوننا وارمة، يقول عندنا امتحان، يقول سنة الصبح ما عارفين لا مذاكرين ولا عارفين إيش نكتب. قلت له خلصت قصتك؟ قال لي. قلت له ومتى عدت البيت؟ قال بعد الفجر. قلت له الرجل ما خبر أباكم؟ قال لا. قلنا له وكنتوا من كيف خرجتوا من البيت؟ قال باحنا وحدنا نرقد في المجلس. قلنا شفت كيف يرقد في المجلس؟ الأب والأم ما سالين عنهم. هين ساروا متى ساروا مع من ساروا. وكلمة مع من ساروا هنا مهمة. إياك أن يتأخر عليك ولدك وتسأله مع من ذهبت وتصدقه. هذا الذي يتأخر ارتكب ذنبا، ارتكب جريمة. صاحب الجريمة أي يرتكب جرائم بعد هذه الجريمة، لكن حقق معه. اليوم إذا قلنا لبعض الآباء ادخل صفة الأولاد وانظر في الدولاب، انظر في هاتفه، قال كي هذا ما يجوز. يا حليلك أنت، كما يقول الشيخ سالم النعماني، يقول وحليلك. ما حليلك يقول الشيخ سالم النعماني الأسد، وحليلك الأسد. يعني ما يجوز تفتش عن ولدك عشان تربيه، عشان يكون رجال، عشان يعرف ينقع سكتون، عشان يعرف يحمل سكين. هين كانوا أبانا؟ مو عمان كانت كان تفق صمعة ولا الحديث الآن، وكانت خنجر، والخنجر فيها نصلة، والخنجر فيها سكين. الخنجر ما تقر إلا في الحروب، والبندقية لا تطلق إلا في الحروب وفي الحاجة. العصا وغيره بالسكين، الفواكه وغيره بالسكين. حتى إذا قلت لأحدهم
أبغى أشوف النصلة. قال زين ما قصرت، شوف نصلتي، ها شوف النصلة، ما عيب هذا؟ ما تعرف أنت عيب؟ لو عدتها مرة ثانية أنا أقول أرسل النصلة وتكون في كبدك. اليوم بعض أولادنا أما ولدي سويت كذا، قال عادي. من هين جبتوها لي عادي؟ تقول الأم سكينة فلان أيجيبها بعد فترة طويلة، مو باغية أبوي، ما باغي شيء، باغي أقول لك متعشي، هي ما متعشي، مو ماكل أبوي. قالها نعقانق كده، أعيد لك الحمد ومسي، ما أبغى الحم ماكل نقانق. تعرف فين نقانق بكرتها من إيش؟ سألت عنها، قرأت عنها. بوي عقوبة من، إذا كان من دجاج يبوي عقوبة من الدجاج، أرجل الدجاج، أجنحة الرجال، الخزوق بو فيها الخزوق، العصة وغيرها. وإلا بلاد الكفر تأتي بالحمير والأحصنة والدواب كلها، سواء بقرة وغيرها، والتي عاد ما ممكن أن يؤكل لحمه، وتهرس هكذا حية تدور. هذا النقانق التي يأكلها بعض أولادنا وفاكين ثامته. إيش متعشي؟ قانق. ما حد كما قلت ماكل نقانق. ما هذا الذي يحصل؟ ما هذا؟ فتش ولدك، قال كي هذا ما يجوز، خلاص عدوته مفتي الزمان، هذا ما يجوز. فتش ولده أن يلقى عنده شيء. وجد طالب من أبناء الإخوة الصالحين في مركز صيفي وشك فيه أنه يدخن، فقيل له افتح حقيبتك، قال لا، هذه حقوق شخصية أتى بها من مجلس الأمن الدولي. قالوا لابد، قال لا ما ممكن. قال يا الله يا ولي الأمر اتصلوا وقع. قال ولدك مشكوك في أنه يدخن، متأكدين 100%، بغين نفتح حقيبته، افتحها الآن. فتح الآب وطلع علبة سيجارة. هذا في مركز صيفي وانت بتقول ما يجوز افتش ولدي. جلس إلين قال لك ولدك مشلول عاد سمايل هناك. أول قال يشدون الرميس، تولى هناك عن نحن المصيبة. وكما قلنا يعني المخدرات، قال لي أحد الضباط الرواد هناك يقول إن بلادنا أصبحت مخزنا للشرق والغرب في المخدرات، يؤتى بها من كل مكان وتوزع إلى الشرق الأوسط. أهانت علينا هذه البلاد أن تكون هكذا للخبث والخبيثين والمخبثات والعياذ بالله، التي تعاقب عليها أولئك الأئمة رضوان الله تعالى عليهم، حكموا بالكتاب والسنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. اليوم تكون مخزن للشرق الأوسط في المخدرات. بل قالوا في محافظة من محافظاتنا إن ولاية من بين هذه المحافظة هي الأولى في المخدرات. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ممن. واليوم الحكومة تنادي، وجلالة السلطان حفظه الله السلطان هيثم عندما اجتمع بشيوخ محافظة الوسطى والداخلية نبه وذكر وشدد في تربية الأولاد، وما ذلك إلا لعلمه إن هناك المخططات التي تحاك في مجالس أهل الشرك والكفر وأهل الصلبان والأوثان على هذه الأمة، يستهدفون فئتين من المسلمين بالدرجة الأولى وهما الشباب والنساء، وقد نجحوا. أيها الإخوة، ليست القضية على أولادنا الذكور كما ذكرنا شذرات منها عندما يخرجون من البيت ويذهبون إلى الملاعب، ولكن بناتنا أيضا في خطورة. إن البنت التي تأتي ب99 قد تحصل إلى بعثة دراسية إلى الخارج. وجدت بعض بناتنا في أحواض السباحة في الفنادق. أهل الحق والاستقامة في الدين معشر الإباضية أصبحت هكذا بناتنا. بل وليس في الغرب إذا انتدبت البنات أو حصلت على بعثات دراسية خارج البلاد، حتى في الكليات الداخلية والجامعات
يخبرني أحد الطلبة يقول: يا محمد، نعم، إننا في الممرات، وأولا في ممرات جزاهم الله خير الحكومة وعاملة للنساء للطالبات وحدهن وللأولاد وحدهن. يقول: يجيني مرة عند مرات الأولاد، يقول: نحن نطير عنهن وهي يجيني زحفن، يقول في الممر. هذه خرجت من بيت يذكر الله، تقام فيه حلقة قرآن، يخرج هذا النور إلى السماء. هذه خرجت من بيت علمت فيه هذه البنت وذلك الولد هذا ما لك وهذا ما عليك. لا. وأقول إن هذه أمانة، الذي يعلم لا بد أن يعلم الذي لا يعلم. وقد كانت خصلة معنا في شيابنا فقدت الآن منا، النصيحة للولد. ما كانوا يفرقون بين الأولاد، ما كان اسمه هذا ولدي وهذاك ولدك. كان إذا مر الرجل مثل أخينا هذا ورأى ولدا على خطأ يزجره أو يضربه، ولا يستطيع الولد أن يخبر والديه، لأنه يعرف أنه يزيدوه ويقول له: جزاء الله خير، لو ما شافك غلطان ما ضربك. حتى إذا التقيا وقال ذلك الذي هدد ذلك الولد وضربه: سامحني تراني نازعت ولدك، يقبل له راسه يقول له: جزاك الله خير، وما يسأل لماذا اليوم هذا ولدي وهذاك ولدك؟ قال: هي يشتكي بي عند الادعاء، يبغى 1000 ريال. نعم، حصلتها. حتى إن بعض القصص تذكر عن الجهات المختصة. قصة دي قصة من أحد كبار السن، يقول: شخص ضرب ولده وذهب الولد إلى مركز الشرطة، فاستدعت الجهة المعنية الآب، وجاء الآب قال: هذا ولدك؟ قال: نعم. قال: يقول إنك ضاربنه؟ قال: نعم. قال: أمو ضربه؟ قال: ترى ولدي. قال: لا، هذا ولد الحكومة. قال: كذاك؟ قال: لي. قالوا: تو. قال: أنت عليك إلزام. قال: زين، جزاكم الله خير، أبغى منكم نص ساعة أسير البيت، لأن قريته تستغرق ساير جاي قرابة نص ساعة. يقول: شوية عندي أعمال أتكل بها. يقول: واجي. قال له: ما عليك سير. يقول: عنده حوالي 7 8 أولاد. يقول: يوم وصل عند الباب ما دخل الباب، سوى هرن هي 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 وخرجوا الأولاد: بابا. قالوا: ركبوا عنده سيارة يسميوها مو الكارير دي، بيك اب. قالوا: ركبوا في السيارة. أهين؟ قال: انتوا ركبوا. قبل مركز الشرطة قال لهم: سمعوا، يقول لهم: أنا أخطف قدام وخطفوا وراي، وأجي أفتح لكم الباب ودخلوا هناك، هناك صرخوا قولوا بوت بيو. قال: زين. الأولاد يعرفوا، صفهم وراه، وقال المركز سلم عليهم بسرعة، الباب هذاك فتحه، قال: دخلوا الحكومة، دخلوا وصرخوا. الضابط: ايش هناك؟ قال له: حضرة الضابط، يقول له: هذا الذي حصل، أنا ضارب هذا الولد. يقول: قالوا أولاد الحكومة، وقلت سيجيب لكم إياهم. هذا يقول: أولادكم. يقول: لكن نسيت الحرمة، نسيت أسأله هذا الآخ، نبي حرمة الحكومة، إذا كان حرمة الحكومة أسير أجيبها ونبي رخصوا نص ساعة. قال له: مو ذا الكلام. قال له: سأل هذا صف ضابط، هذا سأل. قال: أنت قلت لك؟ قال: لي. دخل الضابط جزاه الله خير إلى مكتبه وخرج خيزران. ترى ما كلهم واحد، ما نقول كلهم واحد، لكن حاصل ترى هديات، وبو ما واصل أيوصل. اتفاقية سيداو يضغط عليها بالدرجة الأولى على المسلمين أن يطبقوها، ولا يطبقها الغرب، وهو أن الولد إذا وصل إلى سن معينة يسمح مع ولدك ذكرا كان أو أنثى، وإياك والمرأة وما أدراك من المرأة. إياك أن تنصحها، بس خلي عاد الضرب، أن تقول لها ما لك حق تنصحها، هذه حرة وهذه حرية. يقول: دخل الضابط وأتى بخيزران، قال الوالد، قال: نعم. قال: كان ما عندك عصا؟ تفضل، هذه عصا، أبو يحتاج ضربه دقنتين. قال له: متأكد؟ قال له: هي. قال له: يعني أنتوا أولاد كيف؟ قال له: شلهم أولادك، وهذا إحنا يقول إحنا وحدنا نحاسبه. هذه من القصص التي تروى. اليوم بعض الناس خايفين خاقين، ما نازع، ما رو منازع، نطلع له فخذه بدك تحت ذاك الهاف، عورة الرجل بين السرة والركبة،
مطلع فوق الركبة شبر ومنزل من تحت السرة شبر، ليش ما نصحته؟ قال ما رمى نصحى يشكيني، فعلا يقولوا لي إن إذا ما شغلك فزعان. يا أخي أخلص الكلمة لله، اجعلها لله خالصة، خرجها من سويداء القلب، والله يكون معك. ومن كان معه الله لا يهمه الخلق، والله يوفقه ويكتب له من الحسنات التي يجدها في ميزان حسناته في كتابه يوم يعطى بكتابه بيمينه يوم ذلك اليوم الذي ينادى فيه أهل الخير أقبلوا وأهل الشر يقال لهم سحقا سحقا. بارك الله فيكم، وشكرا مرة أخرى على من تسمنوا الورم واستدعوني، وهذا أسلوبي كما سمعتم، ما استفدتم شيء يعرف، لكن جلوسكم في المسجد في بيت الله تعالى أنتم في الحضرة القدسية، واسألوا حوائجكم أنتم في بيوت الله تعالى الله أن يرد سؤال سائل، إلا أن المعصية هي التي تحول من الإجابة. وإلا اليوم يا رب يا رب الجميع يقولها. ولماذا طالت الحرب في غزة؟ من أطول الحروب الآن سنة و18 شهر، وكل واحد منا عند كل صلاة وفي البيت يدعو اللهم انصر إخواننا، اللهم عليك بالصهاينة ومن شايعهم من العرب العجم. وأن يستجاب الدعاء. إخواننا الآن جوعى هناك، تعز عليهم قطرة الماء ولقمة الطعام، ونحن ندعو ليل نهار ولا يستجاب الدعاء. لماذا؟ لأن المعصية حالت بين الداعي وبين استجابة الدعاء من المدعو وهو سبحانه وتعالى. علينا بتقوى الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قال جعل الله لكل شيء قدرا. أي عمل لا يختتم بالتقوى ولا يكون هناك من التوبة النصوح هباء. أي إنسان لا يتعب نفسه إن لم يكن على تقوى من الله سبحانه وتعالى، ولا يكلف نفسه أن يدعو ويرفع كف الذراع إلى الله. عليه أن يخجل من الله أن يدعوه وهو يعصيه، عليه أن يخشى من الله ويخجل من الله أن يجد هذا الإنسان حيث نهاه وأن لا يجده حيث أمره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا لك نعبد وإياك ندعو ونحمد، آمنا بك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك كان محذورا. اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى واعف عنا وعافنا في الآخرة الأولى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا واللهم ارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين، وانصر من ناصرهم من أهل اليمن وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا مبينا، اللهم انصرهم نصرا مبينا، اللهم انصرهم نصرا عاجلا سريعا. اللهم انصرهم على حثالة البشر، اللهم انصرهم على أولئك اليهود الغاصبين لبلادنا فلسطين. اللهم عليك بهم وشرد بهم في البلاد، وافعل بهم كما فعلت بثمود وعاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم يا الله يا رب العالمين يا مجيب الدعاء، نسألك الغيث فاغثنا. اللهم اغث عبادك في هذه القرية وفي جميع بلاد عمان وفي جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونعول في إجابة دعائنا عليك. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم.